السلام عليكم، شلونكم حبيباتي؟ معكم أرجوان. اليوم جبت لكم وصفة جديدة، باذنجان بالكفتة، إن شاء الله راح تعجبكم. بالبداية راح نحتاج ربع كيلو لحم، بصل مفروم وباذنجان، ملعقة كاري وكركم وبهارات بابريكا حسب الرغبة وملح وبطاطا ومعدنوس وطماطة، كل هاي المقادير حسب الرغبة. بالبداية ناخذ اللحم ونخلي وياه البصل المثروم والبهارات المشكلة، ونثرم المعدنوس فرم ناعم جدا ناعم. وبعدين نخلط المعدنوس ويا خليط اللحم والبصل مثل ما تشوفون بالفيديو. نعجن الكفتة زين، وبعدين نخلي عجينة الكفتة ترتاح شوية، يعني تقريبا ربع ساعة أقل شي يعني، وإذا ماكو وقت ماكو مشكلة، يعني نقدر نخليها على النار مباشرة. هسه نبدي نقطع الباذنجان، نقطع دوائر مثل ما راح تشوفون بالفيديو. واحنا بهذه الوصفة ما راح نقلي الباذنجان، راح نشويه حتى نحاول أقل ما يمكن نستعمل دهون. هسه راح نبدي نرتب الباذنجان على صينية الفرن مثل ما تشوفون بالفيديو. وراها بعدين نقشر البطاطا، ونفس الشي هم نقطعها دوائر ونخليها بصينية الفرن نفس الصينية الباذنجان. بعد ما كملنا ترتيب الباذنجان والبوتيتا راح نرش عليها شوية ملح وشوية زيت.
مثل ما تلاحظون بالفيديو. وبهاي الطريقة راح نضمن انه الباذنجان والبتيتة ما راح يمصوا هواية زيت. وبعدين نقطع الطماطم. هسه راح نجي نشكل الكفتة على شكل كرات صغيرة. من الأسهل أنه نكمل كل الكمية، يلا نبدي نخليها على النار، أفضل بما أنه نسوي وحدة وحدة. هسه بعد ما كملنا من تشكيل كل كفتة، راح ناخذ مقلاة كبيرة ونخلي بيها على النار، ونخلي كل الكفتة نخلي لها شوية زيت مو هواية. نحاول نقلي الكفتة نص استوى، يعني ما حنخليها تستوي بالكامل، بس المهم شوية تستوي، تتماسك حتى تتماسك. وهايش مثل ما شفتوا غطيناها شوية. وهذا المي اللي تلاحظوه هو مي الكفتة، نزل شوية مي منها، مي اللحم. هسه بعد ما كملنا من تحضير كل الخضر والكفتة كملناها، راح نرتب الخضر كلها بالقالب، قالب البايركس او اي قالب يعني عندكم، مو شرط بايركس. مثل ما شفتوا بالبداية خلينا الطبقة الاولى البطاطا البتيتا، وبعدين الباذنجان او الباذنجان. وهذا الترتيب كله هو حسب الرغبة، يعني مو شرط انه لازم مثل ما اني سويته. وراها هسه رتبنا الطماطة مثل ما تلاحظون بالفيديو. وهسه جبنا ملعقة أكل معجون مع ماء خلطناها سوية، وراح نديرها ويا خليط الخضار، نوزعها. وهاي خليت شوية بعد مي، وهنا أنا خليت تقريبا نص ملعقة صغيرة شراب رمان. شراب الرمان راح يعطي نكهة كلش طيبة، يعني لا تعوفون هاي الخطوة من الطبخة، راح يعطي طعم وحموضة كلش طيبة. وبعد ذلك نغطي القالب بورق القصدير ونخليه بالفرن تقريبا لمدة 30 دقيقة. وهذا شكلها
إن شاء الله جربوها وأكيد راح تعجبكم، وإذا جربتوها أعطونا رأيكم. نشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة. باي باي.